صلاح بيثير الجدل بتويته نزلها كده على موقع اكس، وبناء عليه بدات الكلام يطلع كتير جدا. صلاح مع حق، صلاح غيران، صلاح متضايق، صلاح عنده مشكله مع الصفقات، صلاح عنده مشكله مع الكسندر ايزاك. بدا يطلع كلام كتير جدا في هذا السياق. في نفس التوقيت الاستبعاد كيزا من بطوله دوري ابطال اوروبا ان هو مش موجود داخل القائمه لحساب ريو نجومها اللي تسجل على حساب كيزا، ما بين مؤيد ومعارض. وهنتكلم ونشرح الموضوع بالتفصيل، وتطورات كبيره جدا داخل الهيكل بالنسبه لفريق ليفربول. وفريق ليفربول بيعين 2 مدربين داخل النادي خلال الفتره اللي جايه، خلال الفريق الاول. مش هقول لك على حاجه، داخل الفريق الاول هنتكلم يا صديقي العزيز. بس طالما وصلك الفيديو، لايك، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، مهمين جدا، دول وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب. مش عاجبني التخاذل بتاعكم بعد ما الميركاتو خلص، فاحنا مكملين مع بعض، فانزل اعمل اللايك بتاعك. عايزين الحلقه دي توصل ل 600 لايك ان شاء الله، وتعدي 600 لايك، وانا واثق في دعمكم. وعاوزين نوصل 9000 سبسكرايبر، فشد حيلك معانا كده في اللايك والسبسكرايب، واكتب لي كومنت تحت بالحاجه اللي انت عاوز تشوفها في الفتره اللي جايه. الحمد لله رجعنا للاستوديو تاني. انا عارف ان الصوت ما كانش احسن حاجه خلال الحلقتين الثلاثه اللي فاتوا اللي نزلوا في المكان اللي ما كنا موجودين فيه، لكن رجعنا تاني وجبنا المايك بتاعنا الحلو الجميل، ورجعت لكم تاني مع بعض ان شاء الله. تعال نبدا مع بعض التفاصيل. صلاح بيرد على حساب انجليزي، حساب طبعا مهتم باخبار ليفربول، اسمه انفيلد اديشن. كان منزل صوره بتضم 4 لعيبه، 2 رحلوا اللي هو داروين نونيز ولويس دياز، وحاطط صوره فيرتز وصوره الكسندر ايزاك، وكتب عليها: هل هناك تطوير اكبر من هذا حدث في تاريخ كره القدم؟ محمد صلاح رد على التويته دي، قال لك: هل يمكننا الاحتفال بالصفقات الجديده دون التقليل من ابطال الدوري؟ الراجل سأل سؤال بس: ممكن نحتفل باللعيبه الجديده من غير ابطال الدوري؟ الدنيا قامت على التويته بتاعت صلاح، وما بين مؤيد ومعارض. ناس شايفه ان صلاح مش عاوز حد يقلل من زمايله، وان بالنسبه له الوضع عادي، وناس بدات تمشي على سيناريو تاني خالص منفصل، وهو فكره ان يعني صلاح خايف الاضواء تتسحب منه مع الكسندر ايزاك ومع الصفقات الجديده، فبي يعني بيهاجمهم كده من الاول. وفي ناس تانية شايفه ان هو مستواه الفني في ال3 ماتشات اللي فاتوا ما كانش احسن حاجه، فيحاول ان هو يرجع الضوء تاني ليه. انا وجهه نظري الراجل رد بتصريح عادي جدا ان هو مش عايز حد يقلل من الناس اللي مشيت، لان هم كان لهم دور في الدوري اللي فات. وصلاح عامل كواحد من الكباتن حتى لو مش لابس الشاره، واحد بنتكلم على هو اللاعب الابرز داخل الفريق حتى مع الميركاتو واللاعيبه اللي جاي لسه انت ما شفتش منها حاجه داخل الفرقه. صلاح هو اللي شايل الفرقه بقاله 8 9 سنين، فالراجل بناء عليه انت بتتكلم على واحد اسطوره من اساطير النادي. فصلاح كان بيتكلم من هذا المنطلق، ده وجهه نظري انا الشخصيه، ممكن يكون وجهه نظرك انت منفصله تانية، اكتبها لي تحت في الكومنتات. لا غيره بقى من ايزاك ولا موضوع الاضواء. صلاح حتى ومستواه الفني في الماتشين 3 اللي فاتوا اللي اتلعبوا في الدوري ما كانش احسن حاجه، لكن صلاح كان حاسم في المباراه الاولى قدام بورنموث، كان حاسم بالتمريره الحاسمه اللي لعبها لريو، واللي عمل عليها فنت سوبو والكره عدت لريو، هو اللي كان عامل الاسيست صلاح. فبناء عليه حتى لو مستواه الفني مش المستوى اللي انت منتظر من صلاح، وطبيعي جدا ان انت اي فريق هينزل هيحاول ان هو يمسك صلاح دلوقتي. امال الصفقات الجديده اللي جايه ليه؟ عشان يكون عندك حلول تانية غير صلاح، ما يكونش صلاح لوحده. فانت لو مسكت صلاح الماتشات تروح زي الماتش بتاع باريس سان جيرمان، خلاص صلاح ممسوك، الفرقه راحت. فبناء عليه صلاح هو اكيد اسعد واحد بالصفقات دي. صلاح اكيد يحلم ان هو ياخد الدوري تاني وياخد دوري ابطال اوروبا. فبناء عليه الصفقات زي الكسندر ايزاك وزي فيرتز واللعيبه ديت هم اللي هيساعدوه. اي لاعب موجود سوي نفسيا هيكون مبسوط دايما ان الصفقات دي هتكون جايه له. حتى لما تبص على التصريح بتاع صلاح اللي نزل التاني لما كان بيتكلم على اليوت النهارده، قبل ما اطلع صور معاك منزل تويته لاليوت بعد ما رحل اليوت خلاص، قال له: سيذكرك الجميع بولائك وتفانيك، كلما استدعيت او الفريق كان محتاجك كنت الراجل كان عندك ولاء وعندك تفاني، وقال لك: ستغادر بطلا ولا شك لدي فانك ستحقق انجازات عظيمه في ناديك الجديد، انهم محظوظون بوجودك. وبناء عليه الراجل بيتعامل بالحته اللي هو لا انا كابتن من كباتن الفرقه، وبيدعم الناس كلها تقريبا حتى اللي رحلوا عن الفريق. مش بس امبارح لما اتكلم على دياز وداروين نونيز، والحقيقه ان دياز على الرغم ان انا واحد من الناس عندي مشاكل معاه في الملعب فنيه، لكن هو كان من اسباب الحصول على الدوري في الموسم اللي فات. سيبك من داروين نونيز خليه كده على جنب بس، لكن دياز كان واحد من اسباب الحصول على الدوري. فطبيعي جدا ان الراجل يكون بيحب النقطه اللي شبه دي، وبيدي رساله ان برضه الصفقات الجديده مهمه. لما النهارده بتشوف رئيس الاتحاد التركي طالع بيقلل من ليفربول، رئيس الاتحاد التركي يا جماعه طالع بيتكلم على القرعه بتاع جلاتا سراي في دوري ابطال اوروبا، ولا اعتقد انهم سيتاهلون من المجموعه. هناك ليفربول، لكن ليفربول ليس ليفربول الموسم الماضي. فبناء عليه ده التصريح بتاع صلاح. وارد يكون انت يعني تصريحك او انت شايفه بشكل مختلف، اكتب لي تحت في الكومنتات. وبعد كده هخش معاك عند نقطه مهمه جدا: انضمام لويس فرناندو الى ليفربول كمسؤول عن تطوير اللاعبين والمواهب داخل الفريق. ده
هيكون واحد من اهم الحاجات اللي هتحصل في فريق ليفربول خلال الفتره اللي جايه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان ليفربول بدأ توجهه الكبير جدا جدا نحو المواهب الشابه ونحو الاكاديميه. تقول لي اقول لك نحو الاكاديميه، وبعد ما واحد زي ريو ده طلع وبعد ما لعيبه تانية طلعت من الفريق بدا يتوجه ناحيتهم. تعال اخدك في كام حاجه كده هتفكر لك في النقطه دي. ليفربول حسب جيمس بريس قال ان انضمام غاري الى ليفربول كمان قادما من ابسويتش تاون كمسؤول جديد لاداره الاعارات في النادي. فريق ليفربول هيستحدث اداره كده اسمها اداره الاعارات داخل النادي. ليه؟ لان ليفربول ناوي يهتم بالاكاديميه ويبدا يطلع ناس كتيره جدا داخل النادي تخص موضوع الاعارات، ويبدا ان هو يطلع لعيبه بره، ودي نقطه مهمه جدا 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 بالنسبه لفريق ليفربول. تعالى قال لك ليفربول على مدى الخمس مواسم اللي فاتت قدرت ان هي تطلع لعيبه باكتر من 200 مليون باوند، باعوا لعيبه باكتر من 200 مليون باوند، وده رقم كبير جدا جدا جدا. ان انت لما تيجي النهارده تطلع ب 200 مليون باوند وتقدر ان انت تدخل اي لعيبه تانية وتطلع واحد مثلا زي هارفي اليوت انت مطلعه دلوقتي اعاره وتقدر انك ترجعه تاني، فده رقم كويس جدا. قدرت كمان انك تستهدف واحد زي ريو وانك تجيبه تقريبا بفري، فبتجيبه فري ويكون موجود معاك دلوقتي بتسجله في دوري ابطال اوروبا، فدي نقطه مهمه جدا جدا بالنسبه للفريق. فهنا كمان النقطه المهمه ان اداره ليفربول بتستعد لصرف وتطوير اكاديميه النادي باكتر من 200 مليون باوند خلال الفتره اللي جايه، والتوجه كله هيكون ناحيه الشباب، وده اكتر رقم اتصرف عليها منذ انشاء الاكاديميه في 1998، وده تقديرا من المجموعه الرياضيه للمساهمات الكبيره اللي قدمها الفريق خلال الفتره اللي فاتت، الاكاديميه للفريق خلال الفتره اللي فاتت. فده توجه جديد داخل فريق ليفربول، اعتقد ان هو هيفرق مع الفريق بشكل كبير جدا جدا. طيب تعالى اكلمك في نقطه ريو ونقطه كييزا. القائمة أعلنت بتاع الفرقة وال25 لاعب اللي هيكونوا موجودين داخل قائمة أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا خلال الموسم اللي جاي. قائمة من 25 لاعب. طبعا القائمة لما بتيجي تبص لازم يكون فيها ما لا يقل عن 8 لاعبين محليين اللي هم الهجرون وال17 لاعب غير محلي، ده التقسيمة بتاعتهم. كييزا فشل ان هو يضمن مقعد داخل ال17 الغير محلي، بينما الشاب ريو نجومها استطاع ان هو يحصل على هذا المقعد لان هم الاثنين اللي كانوا موجودين مع بعض. هتقول لي ايه ده؟ هو ريو ده مش انجليزي؟ ده لسه منزل صوره بالتيشيرت بتاع المنتخب الانجليزي، ازاي مش متسجل لاعب غير محلي؟ هقول لك خد بقى التركيه الاكبر، ان ريو فريمبونج اصلا متسجل لاعب محلي. يعني فريمبونج الهولندي متسجل لاعب محلي، وريو اللي بيلعب في منتخب انجلترا مش متسجل لاعب محلي. تعالى نتكلم مع بعض واشرح لك الموضوع بالظبط. بصوا يا جماعه، الفكره عندهم بيتحسب لاعب محلي ازاي، ان هو يكون اتدرب 3 سنين من عمر من 15 ل 21 سنه داخل الاتحاد او في الاتحاد المحلي، فبناء عليه بتسجل ان هو لاعب محلي حتى لو مش انجليزي. فالباسبور مش مهم خالص، يعني الباسبور مش مهم خالص، ومش القصه بالنسبه لهم كباسبور. هو المعيار ان هو يتدرب 3 سنين من سن ال 15 لل 21 سنه. هل المعيار ده بينطبق على ريو؟ لا، ما بينطبقش على ريو لسه مكمل 17 سنه، فلسه ما كملش ال3 سنين ان هو بيتدرب كلاعب محلي، فقلنا عليه الراجل كده مش محسوب لاعب محلي. طب فريمبونج محسوب لاعب محلي ليه؟ لانه اتدرب الفتره دي كان في اكاديميه مانشستر سيتي، فمحسوب هنا ان هو لاعب محلي. وده يمكن يقول لك ليه ان الفريق كان بيفكر ان هو لما يروح يجيب مدافع يتحسب ان هو لاعب محلي. ما هو ترجع عند جويهي، ما هو جويهي كان هيتحسب لاعب محلي، فكان هيتسجل في القائمه بسهوله من غير اي مشاكل، بعكس ان انت لو رحت تجيب حد تاني ما كنتش تقدر انك تسجله. فده نقطه برضه حطها في دماغك، لان دايما الادارات بيكون عندها بعد نظر في قصص ممكن تبقى بالنسبه للجمهور مش باينه قوي، لكن الادارات رايحه في الناحيه دي. طيب تعالى، هل استبعاد كييزا استبعاد منطقي؟ بصوا يا جماعه خلينا منطقيين وصراحه مع بعض. ريو نجومها بينظر ليه ان هو مستقبل النادي، مستقبل النادي، والنادي شايف ان ده مستقبله خلال الفتره اللي جايه. لاعب 17 سنه عنده من التطور ما يكفي ان انت تقدر انك تستفيد بيه خلال الفتره اللي جايه، فطبيعي جدا ان انت تروح تسجل واحد زي ريو ده انه يكون موجود معاك داخل الفرقه بتاعتك. تيجي تحطه في مقارنه، ما انت هتسجله هو يا كييزا. هل كييزا المردود الفني بتاعه كويس؟ في ال3 ماتشات اللي فاتوا كويس، لكن كييزا عنده مشكله اكبر من كده، وهي مشكله نفس اللي عنده جوميز، اللي كنا بننتقد فيها جوميز. هي الناس بس العاطفه واخداها شويه مع كييزا، والحقيقه انا متعاطف مع كييزا جدا، مش هقدر اقول لك ان انا مش متعاطف معاه، عشان كييزا كان حاسم في الوقت اللي نزله في الفتره اللي فاتت. لكن كييزا في نفس الوقت انت ما تضمنوش، وهو لاعب زجاجي، ممكن مجرد ما تسجله في القائمه تحس انه اتصاب.
فهنا دايما ارن سلوت ما كانش عنده العاطفه في الحته اللي شبه دي، هو سجل اللاعب اللي يقدر ان هو بدنيا عارف ان هو يلعب، وان جوه عنده من الميزه الفنيه اللي يقدر ان هو يعتمد عليه، لما تيجي تبص على قائمه او تبص على الماتشات بتاعه فريق ليفربول خلال ال 15 يوم الجايين، 17 يوم يا جماعه، ليفربول هيلعب 6 ماتشات، فطبيعي انك محتاج كل اللعيبه تكون فت وتلعب. هتبدل اكتيكي هيلعب مره، وايزاك هيلعب مره، نجومو هيلعب مره، وتلاقي نفس التوقيت جاكبو هيلعب مره، صلاح يلعب شويه، وتلاقي حد مثلا يطلع زي فريمبونج لو جاهز ممكن يطلع ياخد مكانه شويه. ما انت 17 يوم هتيجي رايح تلعب فيهم 6 ماتشات باللعيبه دي ما عندهاش القدره البدنيه تلعب الكلام ده كله. طب القايمه يا جماعه اتسجلت، مين اللي اتسجل فيها؟ اليسون في حراسه المرمى، مامارا وودمان دولت في حراسه المرمى، وبالمناسبه وودمان ده اتسجل محلي عشان القصه برده، وكنت بنتكلم في الموضوع ده قبل كده. خط الدفاع جوميز واندو وفان دايك وكوناتي وكيركز وبرادلي وليوني وريبرسون وفريمبونج. خط الوسط فيه فيرتز وسوبوسلاي وماك اليستر وجونز وجرافنبرغ. خط الوسط الهجوم بقى موجود فيه ايزاك وصلاح وجاكبو وكيتيكي وريو، وده نقطه على مستوى التقسيمه بتاعتها. شوفوا خط الهجوم موجود فيه، عشان كان يتسجل كيزا كان هيتم استبعاد ريو، اكيد مش هيستبعدوا لا جاكبو ولا صلاح ولا ايزاك ولا اكيتيكي، كان هو هيكون الموضوع كله يروح عند ريو. وهنا بس نقطه لارن سلوت، لما ريو حلو هتسجله اهوت في دوري الابطال، ما بتديلوش في الدوري يلعب وقت ليه؟ انا مستغربه بصراحه. راجل كان لما نزل كان حاسم قدام نيوكاسل، قدر ان هو يسجل، راجل تقدر انك تبني عليه خلال الفتره اللي جايه يكون مستقبل للفريق، ومع ذلك انت ما بتلعبوش. فدي نقطه برضو بصراحه انا مستغربها في ارن سلوت. لكن مين المدرب الثاني اللي تم تعيينه خلال الفتره ديت ودخل فريق ليفربول؟ هو مدرب للكرات الثابته. ايه مدرب للكرات الثابته؟ فريق ليفربول جاب مدرب اسمه ماهوني، بدأ ان هو يلعب مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. الراجل ده كان موجود في فريق ساوثهامبتون، هو اول محلل ركلات ثابته متخصص في تاريخ النادي بيتم تعيينه داخل الفريق. قعد مع ساوثهامبتون تقريبا او بدأ مسيرته في 2017، فبالتالي انضم كمان لساوثهامبتون في الفتره اللي فاتت في شهر يناير 2024. وبناء عليه قام ليفربول بتغيير المسؤولين عن الركلات الحره خلال الفتره الماضيه، وجاب ارون هو اللي بدأ ان هو يمسك مدرب الكرات الثابته، ودخل معاه الراجل ده يكون محلل كمان. فبناء عليه ليفربول لما بص خلال الفتره اللي فاتت هو احتل المركز الثاني من حيث تسجيل الكرات الثابته بعد فريق ارسنال، سجل من 20 ركنيه تقريبا من 2023 2024 لحد دلوقتي، بعد ارسنال طبعا ل 31 جول. ارسنال في ليفل تاني في موضوع الكرات الثابته بصراحه، وبدا يبان ان ده سلاح فتاك بالنسبه للفرق، فبدا كله يشتغل على مرحله التطوير دي. هتقول لي الرقم ده مش سيء ان هو في المركز الثاني ب 20 هدف، هقول لك بالنسبه والمقارنه اللي بين الكرات الثابته اللي بتيجي بالنسبه لفريق ليفربول هو رقم مش حلو. فبناء عليه الفريق بدأ يشتغل في النقطة دي. والموضوع مش مقتصر بس في حتة انك تقدر انك تسجل اهداف يا جماعة، الموضوع كمان على مستوى انك تبقى واقف في الركلات الثابتة صح. لما تبص على مباراة ارسنال، الحقيقة ان فريق ليفربول قدر ان هو يمنع اهم سلاح موجود عند فريق ارسنال خلال المباراة اللي فاتت. وبناء عليه انت مش محتاج انك تشتغل على الحتة الهجومية، ومحتاج انك تشتغل كمان على الحتة الدفاعية. فريق ساوثهامبتون الموسم اللي كان موجود معاهم الراجل ده استقبلوا 7 اهداف فقط خلال المباريات كلها، وده رقم كويس جدا بالنسبه لفريق زي فريق ساوثهامبتون خلال الدوري، يعني ما تبص على الدوري كله. فهنا ده نقطه هتكون مهمه جدا بالنسبه للفريق، وبناء عليه تقدر تقول ان الفريق بدا يشتغل على ابجريد كويس على مستوى الانتقالات، وان هو يجيب لعيبه مميزه ويجيب لعيبه مناسبه جدا لطريقه اللعب اللي هو شايف ان هو ممكن ان هو يستغلها خلال الفتره اللي جايه. وبدا ان هو يشتغل كمان على محور الاكاديميه وتطوير الاكاديميه، ثم بدا ان هو يشتغل كمان على حاجه كانت فايتاه زي الكرات الثابته. فالفريق بينتقل لمرحله جديده جدا جدا مع الاداره الرياضيه الحاليه الموجوده. هذه حلقه اليوم يا صديقي العزيز، اتمنى الحلقه تكون عجبتك. طبعا انت لو وصلت معانا ده اكيد الحلقه عجبتك، فانزل اعمل اللايك بتاعك، اعمل السبسكرايب بتاعك الجميل، وظبطنا كده في اللايكات وفي الكومنتات. اشوفك ان شاء الله، ممكن نطلع بالليل لو في حاجه، نطلع بكره، هنحاول نظبط الدنيا. فاللايك بتاعك والسبسكرايب وفعل النوتيفيكيشن عشان يجيلك اشعار كل ما نطلع مع بعض ان شاء الله. والسلام.